لو انت في مرحلة تأسيس المطبخ اوعي يفوتك الفيديو ده. هنقولك على أفكار مهمة جدا هتفيدك في مرحلة تصميم المطبخ. أولا هنتكلم على الكهرباء، ودي نقطة مهمة جدا لأن لازم نعمل حسابها في مرحلة التأسيس. وانتي بتختاري الوشوش أو فتحات الكهرباء اختاري حاجات تنفع جميع الأجهزة، لأن في أجهزة بيبقى عندها فيشة 2 وفي أجهزة بيبقى عندها فيشة 3 وهكذا. وعشان تسهلي على نفسك وانتي بتنقلي من جهاز لجهاز ما تحتاجيش أدابترز وهكذا، وتنقلي بسهولة من حاجة لحاجة. وبمناسبة الكهرباء هنتكلم على الإضاءة، وهي نقطة مهمة جدا في تصميم المطبخ. لازم يبقى فيه طبقات من الإضاءة. يعني إيه؟ يعني يبقى فيه كذا مصدر للإضاءة في المطبخ. ده هيخليه عملي أكتر وكمان جميل أكتر ومريح للعين. الطبقات دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى فيه إضاءة عمومية اللي هي زي السبوت لايتس أو النجفة الكبيرة، وبيبقى فيه إضاءة مهام زي النور بتاع الشفاط اللي بينور لي في الحتة اللي أنا شغالة فيها عشان تبقى واضحة أكتر. وفي كمان إضاءة جمالية زي الإضاءة اللي بتبقى تحت دواليب المطبخ، بتدي شكل جمالي وطبعا بتزود الإضاءة وأنا شغالة على رخامة المطبخ. تاني نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها وهي اختيار وتأسيس دواليب المطبخ. لازم أستغل المساحة بأحسن شكل ممكن. أستغل مساحة الحوائط بإني أعمل دواليب ممتدة لغاية السقف، ده هيخلق أماكن أكتر للتخزين. والأدوار اللي فوق اللي صعب الوصول ليها أحط فيها الحاجات اللي مش بستخدمها باستمرار أو بشكل يومي. والأدوار اللي تحت شوية اللي في متناوليات أحط فيها الحاجات اللي بستخدمها بشكل مستمر أو يوميا. بالنسبة بقى لضرفة الكورنر ده بيعمل مشاكل كتير في المطبخ، لكن في حلول جميلة بتخلينا نستغل مساحته كليا وتخلي الوصول للأماكن اللي جوه بسهولة. ده بيبقى من خلال اكسسوارات بتطلع الضرفة لغاية بره عشان الأماكن اللي صعب الوصول ليها، أو ممكن من الأول أصمم ضرفة الكورنر بطريقة بحيث تبقى مستغلة المساحة كلها ويبقى سهل جدا الوصول لجميع النواحي. أما بالنسبة للأماكن الرفيعة اللي ما ينفعش فيها ضرفة ستاندرد، بيبقى مناسب ليها جدا الضرفة البول اوت اللي هي بتبقى رفيعة، وممكن احطها في الاماكن اللي زي دي، ممكن اخزن فيها اكل او اكسسوارات وحاجات المطبخ. تالت نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها هو اختيار حوض المطبخ. ده يبدو انها حاجة سهلة وبسيطة لكن لازم فعلا اخليها في الاعتبار. لازم اختار حوض عريض او كبير وعميق بحيث اعرف اغسل فيه جميع انواع واحجام الحلل الكبيرة وهكذا. ونقترح عليكي كمان انك تركبي فيه garbage disposal او اللي هي المطحنة. دي بتساعدنا نتخلص من بقايا الاكل وبتخلي الحوض نظيف وبتساعد على ان الحوض ما يتسدش. لكن لازم طبعا نراعي ان دي مطحنة فلازم نستخدمها بحذر ونخلي بالنا في وجود الاطفال وهكذا. ما تنسيش ان المطبخ جزء مهم جدا في البيت وبنقضي فيه وقت كتير جدا، فلازم يبقى شكله جميل ومريح وعملي في الاستخدام.